أهلا بكم. جولة جديدة على أبرز ما حفلت به الصحف الخليجية التي صدرت اليوم، بداية من الصحف السعودية مشاهدينا التي تنوعت مواضيعها وتناولت أخبار حجاج بيت الله الحرام. الاقتصادية تناولت في عددها اليوم تدهور العملة الإيرانية الذي ظهر تأثيره جليا في موسم الحج لهذا العام، وخصوصا في أسواق مكة والمشاعر المقدسة. وعنونت الخبر: اختفاء الريال الإيراني من الحج والإيرانيون يتعاملون بالدولار. الاقتصادية تناولت في موضوع آخر: انتظار جسر الملك فهد 3 ساعات في السعودية ودقائق في البحرين. مدة انتظار المسافرين عبر جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية بلغت 3 ساعات على الجانب السعودي، فيما لم تتجاوز على المنفذ البحريني دقائق معدودة، هذا بالرغم من كل الاستعدادات التي أعلنت عنها الجهة الرسمية السعودية قبل إجازة العيد. صحيفة المدينة بدورها تناولت عدم التزام عدد كبير من الحجاج بالخطط التي وضعتها حملاتهم لتنظيم حجهم، وذكرت الصحيفة أن نحو 30% من الحجاج النظاميين خارج سيطرة الوزارة والطوافة. نذهب إلى صحيفة عكاظ التي نقلت اليوم تصدي أمانة الطائف وضبطها 700 أضحية فاسدة في طريقها إلى مطاعم الطائف. الأمانة أعلنت إتلاف الكميات المضبوطة هذه، وأوضحت أن سبب تلفها يعود إلى طريقة التخزين غير السليم للحوم المنقولة. عكاظ تحدثت أيضا إلى وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز، وفي كلامه: لا وفيات، لا إصابات، لا مظاهر سياسية أخلت بالحج. ومما قاله: إجراءات حاسمة لمنع تكرار تدافع الحجاج عند القطار. نصل في جولتنا على الصحف السعودية مشاهدينا إلى صحيفة الجزيرة، ودراسة حديثة لمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج تكشف أن تكلفة حجاج الخارج تتجاوز 21,000 ريال. الجزيرة تحدثت إلى وزير الشؤون الإسلامية أيضا، وفي حديثه قال إن الجهلة هم سبب تضارب الفتاوى ومحرجو المشايخ والدعاة. آل الشيخ عزى السبب في ذلك إلى وجود أسئلة تربك فريضة الحج وتضع المشايخ في حرج شديد، ما يؤدي إلى تعدد الفتاوى. وأوضح كذلك أن هناك توجيهات صارمة للدعاة بالانضباط في الفتاوى التي يقدمونها للحجاج وفقا للأصول الشرعية. ننتقل لنلقي نظرة على صحيفة الوطن الكويتية، حيث تحدثت إلى اللاجئ السياسي المصري في الولايات المتحدة العقيد عمر العفيفي، وأبرز ما قاله للصحيفة: أموال الخليج طوق النجاة الأخير للإخوان. من الكويت إلى البحرين مشاهدينا، وصحيفة أخبار الخليج التي نقلت عن صحيفة ميل أون سانداي البريطانية أن المملكة المتحدة تبدأ بإسقاط الجنسية عن المرتبطين بتنظيمات خارجية أو يهددون الأمن القومي. ميل أون سانداي ذكرت أن وزارة الداخلية البريطانية أسقطت جنسية بريطاني مسلم متجنس من أصل صومالي بعد الشك في ارتباطاته، وأوضحت أن القرار هذا هو واحد من 9 قرارات اتخذتها وزيرة الداخلية تيريسا ماي بحق من اعتبروا خطرا على الأمن القومي. نختتم جولتنا اليوم مع خبر محزن. هذا الخبر يتحدث عن انتحار طفل يمني لعدم حصوله على كسوة العيد. الفتى يبلغ 13 عاما وأقدم على الانتحار يوم عيد الأضحى المبارك لعدم شراء والده كسوة عيد له واكتفائه بكسوة العيد التي اشتراها له في عيد الفطر. وبحسب الخبر فإن الحادثة جاءت في وقت استفادت أكثر من 20,000 أسرة يمنية ساعدتها مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني تعمل في المجال الخيري. مع هذا مشاهدينا نصل إلى ختام الصحافة، إلى الزميل محمد وتكملة الرابعة.